السلام عليكم حبيباتي، اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. النهارده اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده فراخ مشوية في الفرن بطريقة واسرار الحاتي، تتبيلة الحاتي زي الطريقة اللي بتجيبها زي الفراخ اللي بتجيبها من بره واطعم كمان. ما شاء الله زي ما انتم شايفين، ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا متحمرة وجميلة ازاي. ان شاء الله هنعمل جنبها رز اصفر، رز مصري بس رز بالكركم زي ما انتم شايفين كده. زي ما بتروحي تجيبي من بره او بتجيبي وجبات من بره، وده بيتقدم مع الفراخ المشوية. بصوا ما شاء الله اللهم بارك كده زي ما انتم شايفين. بصوا الرز عامل ازاي مفلفل وجميل. ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده الرز مفلفل وجميل وطريقته سهلة وبسيطة. بصوا الفراخ دي كنت دهنتها بالصلصة، اقول لكم طبعا التتبيلة دلوقتي بس بوريكم بس دي كانت قبل ما ادخلها الفرن. كنت دهنتها بصلصة وشوية زيت، ده عشان تديني اللون اللي انتوا شايفينه الكريسبي الجميل. اللهم بارك. كانت طريقة رائعة وسهلة، وممكن تعمليها بقى لو عندك مناسبة، عندك فرح، عندك خطوبة، عندك عزومة كبيرة مش عارفة تعملي ايه، وبدل ما تكلفي نفسك وتجيبي اكل من بره وكده. طريقة سهلة وبسيطة، وكمان بتعمل معاكي كمية لو قطعت الفرخة على 8 قطع وكده. وكمان كان طعمها ما شاء الله. وكمان بعد الشوي في الفرن كده ممكن تحط عليها فحم كأنك شويها ايه على الفحم بره بالظبط، زي طريقة المطاعم بالظبط وأحسن كمان. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. دول كانوا حوالي معايا 4 فرخات كده. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله اللهم بارك. ممكن برضو لو انت راجعة يعني عاوزة تعملي حاجة سريعة، أو مثلا يوم أجازتك عاوزة تعملي أكل حلو لولادك أو كده، تعمليها مش تاخد منك أي وقت. هتتبلي الفرخة من بالليل مثلا وتقومي الصبح تعمليها له، مش تاخد منك دقيقتين. التتبيلة بقى معايا جبت 3 4 بصلات كده وطماطم، حطيتهم في الخلاط. من الفراخات كنت مقطعاه بقى زي ما قلتلكوا، قطعت الفرخة على 8 قطع وحطيتها كده ايه في الحوض، اغسلها ايه غسلة حلوة كده اللهم بارك. بصوا ما شاء الله. واحط بقى بصل وطماطم في الخلاط، واحط ايه كام تومية كده، واحط شوية بابريكا وشوية خل وشوية صويا صوص وشوية ملح وبهارات فراخ وبهارات فراخ مشوية وشوية زعتر. اعمل لها كده ايه تتبيلة حلوة عشان تديني طعم حلو. بصوا طبعا بقى ايه تزودوا هنا ده زعتر وشوية فلفل اسود وشوية كمون، تعملها كده ايه بهارات حلوة عشان تطعم معايا. وهنا كنت بقى ازود الخل اهو. زودي بقى كمية بصل وطماطم والثوم ده يديكوا طعم حلو قوي. وهنا الفراخ بقى كنت غسلتها كويس وشطفتها كده، هبدأ بقى ارصها في طبق كده، وهضرب بقى الخلطة دي في الخلاط كده وانزلها على بقى واسيبها بايتة فيها لتاني يوم. بصوا ما شاء الله زود نقطة مية كده عشان كل الفراخ تتشرب معايا وتكون كل التتبيلة ديت على الفراخ بتاعتي. كل ما تسيبها في التتبيلة اكتر كل ما تتشرب بقى بطعم التتبيلة دي، ويكون طعمها احسن، ويكون اللحم بتاعها طري كده وجميل زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة وبسيطة ومش تاخد منك اي وقت وفي نفس الوقت هتطعم معاكي، واحسن بقى من طرق السلق والفراخ التقليدية اللي هو تسلقها وتحمريها. تغيير في نفس الوقت، تغيير حلو يعني زي ما انتوا شايفين اهو اللهم بارك. طريقة سهلة وبسيطة وما خدتش مني اي وقت يعني. بصلتين وطماطمتين وتلات 4 فصوص توم وشوية خل وشوية زعتر وشوية صويا صوص وشوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بقى بهارات فراخ وزعتر. زودي ايه بهارات كده عشان تبقى ايه حلوة معاكي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. ممكن بقى تعملي الفرخة، تعمليها يعني سليمة زي ما انت عاوزة. لو عاوزة تعمليها الفرخة يعني زي ما هي كده وتشيلي بس الرقبة بتاعتها، او تعمليها كمان بيها زي ما انت حابة، بس انا كنت هقطعها يعني كده
كل ما تقطعيها كل ما بتوفر معاكي وبتديكي يعني عدد اكبر وكده، لو عندك يعني عزومة او محتاجة عدد كبير وكده. لو انتوا طبعا اسرة او كده ممكن تشويها على بعضها وخلاص، بس لازم تسيبيها في التتبيلة دي وقت اكتر عشان تديكي طعم احسن كمان. ممكن بقى تشويها في الفرن او على البوتاجاز حسب امكانية بيتك برضه. انا حطيتها في فرن البوتاجاز، مفيش عندي شواية يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، جبت بقى شوية صلصة وشوية زيت. طبعا ممكن تسمعوا صوت اغاني في الفيديو، ربنا يهدي في الناس مشغلين اغاني ومعلين صوتها كده وانا بمنتج لكم الفيديو. هبدأ بقى اجيب كمية الفراخ اللي معايا كده بعد ما حطيتها. بصوا انا حطيتها الاول على البوتاجاز في حلة كده كبيرة بالتتبيلة بتاعتها ديت، وسبتها تستوي شوية، وبعدين خدتها بقى جبت شوية صلصة كده، صلصة طماطم كنت عاملاهم على شوية زيت، وبدأت بقى احط عليها كده زي ما انتوا شايفين. دهنتها كلها كده بالصلصة والزيت ده عشان يديني اللون اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو، اللهم بارك. هبدأ بقى اعمل واحدة واحدة كده بالراحة من فوق وتحت كده لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. ممكن بقى تعملها صلصة علب او صلصة طماطم تكوني عاملاها عادي مسبكاها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك لما طلعت معايا، بصوا لونها الجميل، والفراخ كانت جميلة ما شاء الله، واللحم بتاعها كان طري وابيض من جوه اللهم بارك. وزي ما قلتلكم ممكن تاكلوها بالعيش كده لو انتوا حابين، او تعملوا جنبها رز بسمتي او رز مصري وتحطوا عليه كركم عادي. بصوا اللهم بارك ما شاء الله، بصوا الجمال والطعمة احسن من الفراخ برا. وانا كنت عملت حلة رز مصري عادي. طبعا الرز المصري انتوا عارفينه وعملته معاكم كذا مرة قبل كده. المية بتكون على قد الرز. تمسكي الاول تجيبي معلقة سمنة وشوية زيت وتشوحي الرز وتحطي شوية ملح وشوية كركم وتنزلي بالرز وتحطي بقى شوربة او مية مغلية وتعملي الكمية اللي انت عاوزاها. وزي ما قلت لكم تنفع بقى الفراخ المشوية دي كوجبات بقى، لو عزومات لو فرح لو خطوبة لو كده، ربنا يا رب يفرح الجميع. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ كانت جميلة جدا وكل اللي شافها كان حابب يعرف طريقتها، قلت انزلها لكم. طريقة سهلة وبسيطة اهي تعمليها في بيتك لو ولادك بيحبوا اكل بره او كده. وطبعا تحطي جنبها بقى اي نوع مخلل او تقطعي جنبها طماطم وخيار، بس لو في الصيف طبعا يفضل المخلل وبلاش طماطم والخيار لان الطماطم بتحمض وكده. الجو اصلا كان نار اليوم ده ما شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة، ما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات. مستنية دعمكم يا حبايبي، القناة هتكبر بيكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس لو انتم مش مشتركين عندي عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.